اسكندريه اليوم. ويعني كلمينا النهارده عن الملتقى الثامن لحضرتك طبعا ومعرض مصر بلدنا في الانفوشي. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك. والله مصر هو معرض الثامن، الملتقى الثامن للجروب عندي، جروب في الاسكندريه. ده عباره عن مصر بلدنا، فكان الاساس فيه ان هي الموضوعات عن مصر. معظم الناس رسمين عن مصر، عن اسكندريه. يعني وفي اجانب مشتركين، احنا في بتاع 70 فنان. في منهم من البوسنه، وفي منهم من بولندا ومن المغرب. وما شاء الله يعني كله بيبقى عايز يشارك، ولحد امبارح الناس عايزه تيجي وتشارك بصراحه. والمعرض هو هنا في الانفوشي كمان بيحمل معنى جميل، يعني الموقع القصر الانفوشي، والناس بتحب تيجي بصراحه، وفي اسكندريه. والحمد لله يعني المستوى المعرض جميل، وان شاء الله ينول اعجابكم. يعني احنا شايفين ان المعرض فيه اعمال متميزه واعمال رائعه، ودايما بيشاركوا من حضرتك. رايك في الاعمال النهارده والاعمال المتنوعه دي؟ الاعمال النهارده بصراحه فوق المستوى اللي انا كنت متوقعاه، حتى لان بس الفنانين اللي هم متعودين يبقوا معايا، يعني الفنانه مها الجندي من البحيره متصله بيا بالليل بتكمل لوحتها. يعني تخيل قد ايه بقى الجمال، ان هم لحد النهارده هي فنانه، تعالي فنانه لحد بالليل بتكلمني، وان هي بتكمل اللوحه علشان تطلع حاجه على احسن مستوى، وهي مستوى في منتهى الجمال، وفنانه معايا على طول يعني. بالنسبه للملتقيات القادمه بقى، عايزين نعرف الملتقيات القادمه لحضرتك. والله يعني هو في خطه طبعا. الملتقى التاسع هيكون في القنصليه الايطاليه، والملتقى العاشر هيكون في الجزويت، في معهد الجزويت. وربنا يسهل يعني ان شاء الله برضو كل فتره. في كليه الفنون الجميله برضو هنعمل في شهر 5. وربنا يسهل. حلو. هما الجميل ان هما الفنانين هما اللي بيطلبوا المعارض، يعني هما اللي بيطلبوا. وبعدين بحاول اديهم فرصه بين المعرض والتاني اللي بيها يقدروا يشتغلوا ويطلعوا حاجات جديده، وكل الشغل بصراحه جديد المره دي برضو. ان شاء الله معرض ناجح وموفق وبالتوفيق. ونروح بقى للفنانه الجميله. اشكرك جدا. نتعرف بيكي. مها الجندي من بحيرة، من البحيره يعني. فنانة تشكيلية ومدرسة تربية فنية. النهارده انا مشتركه في معرض مصر بلدنا في الانفوشي، واللوحه دي انا لسه عاملاها مخلصاها امبارح. هي جت فجاه امبارح كده، يعني كان عندي لوح قبل كده بس انا بحب ادخل بحاجه جديده. فاللوحه المره دي مختلفه، الالوان بتاعتها. اخذت منك وقت قد ايه بقى؟ والله حوالي 3 ساعات بس. وكان عندي شغف ان انا اعمل حاجه جديده بالوان جديده، بفكره انا ما عملتهاش قبل كده. بتتكلم عن ايه بقى؟ يعني احنا شايفين تداخل في هو تداخل في الالوان، وفي هنا الماسكات. في ماسكات حوالي 4 اشكال. كل شكل بيعبر عن حاله وجدانيه. كل شكل مش ملتزمين قوي بالشكل الاصلي او المعالم الحقيقيه للانسان. يعني هو طبعا هنا اللون الاسود يعتبر هو الاساسي في اللوحه. الاحمر كان هو بقى الخلفيه اصلا بتاعت اللوحه، فكانت دي الفكره بالنسبه لي الجديده، ان انا اعمل خلفيه اللوحه كلها احمر، وبعد كده ابدا اشتغل عليها بالوان تانية. فكان بالنسبه لي موضوع جديد، وبصراحه جت معايا يعني كده فجاه ان انا عايزه اعمل حاجه فيها الوان قويه وصارخه، ويكون الاحمر هو الاساسي. فاللوحه دي بصراحه انا حبيتها يعني، او من اللوحه. لا انا بحب اطقم مع اللوح بتاعتي وقلت النهارده نعمل ميكس سوا يعني. رايك في المعرض النهارده؟ لا هو معارض دكتورة جيلان، يعني من المعارض الناجحة، ودايما بشترك معاها في كل المعارض، ما بفوتش ولا معرض بصراحة، لان هي معارض بتبقى منظمة قوي، وبتبقى يعني طول الوقت بتحاول ان هي تعمل لنا حاجات جديدة وبتدعمنا. وبصراحة بتبقى أهم حاجة عندها إن المعرض يطلع بشكل لائق ويكون فيه إبداع ومختلف. فهو بصراحة النهاردة لا، المعرض مستواه عالي جدا ومختلف، وإن شاء الله المعرض الجاي يكون أقوى كمان يعني. اتشرفت في حضرتك وانت معانا طبعا في كل المعارض، فشكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا استاذ محمد. شكرا.